السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار رجالة؟ اهلا بيكم في قناة اخوك احمد اللول تيوب. من بعد ما الاهلي فاز بكاس مصر رقم 38، وحزن في بيراميدز وشياط على قناة الزمالك. شياط على قناة الزمالك. قاعد خالد الغندور باشا ومعاه الفولي الناقد الرياضي والمتحدث الاعلامي لنادي الزمالك. المفروض الناس دي نقاد رياضيين، يعني الناس دي يبقى عندها حتى منطق في الكلام، ما يبقاش الموضوع ان انت ايه، شايف حاجة وعينك فيها خشبة من الناحية التانية. اقول لكم كام نقطة كده. هم هبدوا فيهم هم الاتنين مع بعض، وهم التلاتة هم مع بعض هم قاعدين. اول حاجة الراجل بيقول لك ان رجل المباراة، يعني هي حاجة تضحك وحاجة تقرف في نفس الوقت. رجل المباراة بتاعت امبارح احمد الشناوي. ليه بقى يا معلم يا خالد غندور يا فولي؟ عشان هو اهدى الفوز للنادي الاهلي. بص بقى، الراجل بيلعب في بيراميدز وكان بيلعب عندهم، والراجل اساسا يعني ما بيطيقش حاجه اسمها كانت النادي الاهلي انه بيلعب في المنافس. ورغم كده ان هم شايفين ان الراجل تعمد ان اهداء الفوز للنادي الاهلي، مش ان هو جاب اخره كره تخش في اي حد. وان هم احلى حاجه قرار يعني خدوا مجلس اداره الزمالك ان هو باع احمد الشناوي. مش عشان تركي قال لهم هات احمد الشناوي مقابل فلوس، قال يعني هم باعوه عشان الواد بقى ايه، عنده مشكله في الذمه عنده. كلام طبعا غلط وحرام وعيب، وما ينفعش الناس في الوسط الرياضي. انت كده كده احمد الشناوي ده في الوسط الرياضي معاك، يعني تقابله هنا وهتقابله هنا. هتقول له ايه لما تشوفه وانت بتتكلم عنه بالشكل دوت؟ طبعا اساءه غريبه الشكل. ومعترضين الناس على عقوبه محمد عبد المنعم المدافع بتاع النادي الاهلي بعد ما خد طرد. اللي خد وقف 3 ماتشات في مباريات الكاس. لا الراجل مش عايز كده. خالد غندور وجماعه القاده على قناه الزمالك عايزين راجل يتوقف، مش في مباراه الكاس، ويتوقف عامه في اي مباراه. مباراه الدوري، مباراه الكاس، فاهم؟ اي مباراه محليه يتوقف فيها. خلاص هم بقى ايه، هم اللي بيعملوا العقوبات دلوقتي، وهم اللي بيختاروا يقرروا ازاي وتتوقف ازاي وكلام من دوت. دي تاني هبده هبدوها. تالت هبده بقى ايه، الهبده بقى ايه اللي هم بقى يعني تحريض بقى. ان سمعت واخبار اكيده هو بيقول كده ان هو نادي بيراميدز هيقدم شكوى للاتحاد الدولي في النادي الاهلي عشان يتحسب له فوز هو بالمباراه، عشان الاهلي اشرك كهرباء. واصله معاك ازاي؟ شكوى الاتحاد الدولي من بيراميدز لان الاهلي اشرك كهرباء، عشان يا بيراميدز لو انت عملتش كده، كده كده بيراميدز اصلا بيحب صرف الماء العكره. هيقدم شكوى الاتحاد الدولي ان هو ايه، الاهلي لاعب كهرباء وده مش قانوني وكلام كأن يعني احنا ايه، الاهلي لاعب كهرباء غصب عن اتحاد الكوره والناس ديت فاهم؟ عالم يعني الشياط غير طبيعي، شياط غير طبيعي البطوله دي عاملاها. طبعا الهبده اللي فيها بقى الكلب مكيالين، ان مروان عطيه لاعب مروان عطيه بتاع الاهلي تعمد اصابه عبد الله السعيد، ودي اساءه للكره المصريه، وان ده كده مش حماس ولا حاجه. طب يا عمي نفس مقياسك ده، ما رمضان صبحي في اول 20 دقيقه خبط رامي ربيعه وخلاه اتصاب وطلع غير. هل احنا جماهير اهلي طلعنا قلنا يتوقف ولا ما يتوقفش؟ انت مالك؟ انت كراجل زملكاوي انت مالك؟ مروان يخبط عبد الله السعيد انت مالك؟ طب ما تقيس يا عم، خليك انت عايز تعمل نقد رياضي والناس تصدقك وما تفقدش مصداقيتك. زي ما مروان خابط الراجل ده، رمضان خابط الراجل في رامي وعمل له اصابه وطلعه في اول 20 دقيقه. وبيقولوا بقى ان الحكم كان المفروض يحمي لعيبه بيراميدز، وكان المفروض يجيبوا حكم اجنبي. مين انت؟ لو جه هات عدد الفاولات، احصائيه بالفاولات اللي حصلت في المباراه ديت، هتلاقي ان لعيبه بيراميدز عملت فاولات كتير جدا، يمكن يكون ضعف عدد الفاولات اللي عملها عليهم لعيبه الاهلي. حتى اسامه جلال يوم ما عمل فاول ضد لعيبه النادي الاهلي هو اللي اتصاب من عند ربنا كده. فاهم انت ازاي؟ لان البني ادم المجتهد او الفرقه المجتهده المنظمه النجاح بيجري وراها. الفاشل وبتاع المؤامرات ده بيقعد بس يغني زي كده والشياط شغال عنده، فاهم انت؟ وهيعمل هو قوانين وهيعمل هو العقوبات. طب ما انت بيراميدز لسه غالبك ما اتكلمتش عنه يعني. مين اللي مطلعك؟ ما بيراميدز اللي مطلعك، انت فاهم الفكره ازاي؟
لكن طبعا النادي الاهلي يبقى عقده للناس اللي مش كل الزملكاويه، للناس اللي ما عندهاش مصداقيه، الناس اللي ما بتشوفش بتكيل بالمكيالين، زي خالد الغندور وزي الفولي اللي هو جايبه دوت، وزي الراجل الاعلامي المتحدث. ناس ما عندهاش بربع جنيه اعلام. فاهم انت الفكره ازاي؟ طبعا مبروك النادي الاهلي، مره واتنين ومليون، استحق الفوز عن جداره. وكان ممكن يبقى اكتر من كده. اللي انا رايي الشخصي، الاثنين حراس المرمى الشناوي احمد ومحمد الشناوي، الاثنين كانوا في اسوأ حالاتهم. ما انت لو هتحسبها كده، بص على الهدف اللي جه في الاهلي الاولاني، الشناوي طلع يجري كده، بعدين جري كده الشناوي بتاع الاهلي محمد الشناوي، والكره دخلت بشكل كوميدي. الكوره اللي عدت منه معلول شالها من على الخط. في كوره بتاعت حسين الشحات عدت من تحت ايده معلول برضه، وحسين الشحات اللي شالها من ببطنه من على الخط. يعني ما هنقول بقى الشناوي، لا مفيش الكلام ده. هو ما كانش في يومه، واحمد الشناوي ما كانش في يومه. اول كوره جت على احمد الشناوي دخل الجون، اول كوره جت على الشناوي الاهلي دخل الجون. تمام. فرقتين كانوا بيلعبوا بتحفظ كبير. الراجل بتاع بيراميدز بيلعب من غير راس حربه لغايه الاشواط الاضافيه. الراجل بيلعب من غير راس حربه. انت كولر ده لو جريء شويه زي جوزيه ولا موسيماني ولا بتاع، كان الماتش ده خلص من بدري. بس هو راجل فضل محافظ على الثلاثه في خط الوسط في النادي الاهلي، وبيلعب على الكور الطويله اللي هو عملها في الهلال السوداني جابها كهربا، واللي هي عملها برضه حتى في بيراميدز اللي جابها حمدي فتحي في الاشواط الاضافيه. هي دي الكوره اللي هو بيلعب عليها. انا مش عجباني طريقه اللعب اللي عملها كولر دي، بس الحمد لله كسبنا. فاهم الفكره ازاي؟ عايز بقى تشوف طرق لعب، وتشوف راجل ما فيش حاجه اسمها مش طريقه ثابته عنده، اتفرج على بايرن ومانشستر سيتي. جوارديولا ده يا جدعان عبقري، اللي يقول غير كده يبقى ما بيفهمش. راجل فعلا عبقري. الراجل بيلعب اربعه. انا بعملها في البلاي ستيشن، بلعب بالاربعه مدافعين ما فيهمش رايت باك وليفت باك، ما فيهمش باك يمين وباك شمال، الاربعه مساكين. امبارح جوارديولا عمل كده، لعب بالاربعه مساكين. وستونز ده اول ما الكره بتبقى الهجمه مع مانشستر سيتي، بيتحول لديفندر قدام الثلاثه، يعني بيلعب بثلاثه قدامهم ستونز. فاهم ازاي؟ وقدامهم ثلاثه في خط الوسط، ثلاثه قدام، بقى 3 1 3 3. الناس اللي تفهم كوره تفهم كلامي دوت. روعه. انا اول مره اشوف بايرن ميونخ والماكينات الالمانيه الدفاع بتاعهم مستباح بهذا الشكل. ليه؟ راجل عنده تكتيك. ده راجل عبقري كوره، بيعرف يستخدم اوراق، ومفيش حاجه اسمها حاجه ثابته عنده. انا والله العظيم في البلاي ستيشن بعملها، اقسم بالله. لما بلاعب حد لعيب قوي، ما بلعبش رايت باك وليفت باك عشان بيطلعوا بيسيبوا مساحات في ظهرهم، ومعظم الناس الاقوياء دول بيلعبوا بجناحين، شمال ويمين صراع. فلما الباك اليمين والباك الشمال بتوعك بيطلعوا لقدام، بيبقى ظهرهم فاضي، بتبقى مساحات غير طبيعيه بيخش منها الاثنين للاجنحه بتوع الفريق المهاجم. فانا بلاعبهم الاربعه دول ثابتين، بلعب بالاربعه دول ثابتين، وديفندر قدامهم برضو ثابت. ادي خمسه قدام، بقى الخمسه التانيين يلعبوا بشكل تاني. اتنين في نص الملعب، وثلاثه قدامهم جناحين وراس حرب. اول ما الكره بتبقى معايا، الطريقه بتتغير. الاتنين اللي في نص الملعب دول بيبقوا مهاجم تاني، بيبقى عندي ثلاث مهاجمين، والجناحين يخشوا لجوه، بتبقى طحن. طبعا اللي فاهم بلاي ستيشن فاهم الكلام اللي انا بقوله دوت. ماتش كان رائع طبعا. بس بايرن يقدر يرجع في ميونخ، بس مع قوة السيتي واصرار جوارديولا. بس اهم حاجة ساعات بيعمل حاجات كده، طبعا مرة تصيب مرة تخيب، زي ما عمل في نهائي الشامبيونز قصاد تشيلسي، وما لعبش بديفندر، والموضوع بقى صعب، والكرة اللي جت فيه جون جت عشان بسبب عدم وجود ديفندر. ف روعة روعة كورة بتحصل، انت فاهم. فكولر ادار المباراة بالنسبة لي انا بشكل سيء. باتشيكو خاف زياده عن اللزوم، خاف جدا. انت راجل عندك المهاجمين بتوعك موجودين، ايه اللي انت بتعمله؟ انت هتفوز ازاي؟ هو انت بتلاعب مين يعني؟ انت راجل برضو فرقه قويه، ومفروض بيراميدز وفرقه وصلت نهائي. ما ينفعش في النهائي العب المباراه كلها على ان على مستني كره ثابته زي ما هو كان بيلعب على الكره الثابته، مستني كره ثابته عشان يجيب بيها جون. بتخلوا رتم الكره رخم جدا. لما بنيجي بقى الفرق اللعيبه بتاعتنا والفرقه بتاعتنا تطلع تحتك بناس بره زي سان داونز، فرقه بتلعب برتم هجومي وطرق هجوميه على ارضه وغير ارضه، وعنده ناس مهاجمين ناس مدافعين، كل واحد بيعمل دوره. اللعيبه بتتفاجئ، بتشوف نتائج مش هي.
طبعا مبروك النادي الاهلي، والف الف مبروك على على خالد الغندور والنقاد اللي قاعدين معاه، الشياط اللي حصل لهم. وعقبال ما يحصل شياط اكتر واكتر واكتر ان شاء الله في ماتش السوبر في الامارات، اهلي وزمالك في شهر مايو. انا مش ضد الزمالك وضد لعيبه الزمالك، بالعكس انا بحترمهم جدا وبحترم الفرقه جدا. انا ضد اللي بيبوظوا الفرقه، الاعلاميين دول اللي هم اللي فاهم انت، رضا عبد العال، اسلام صادق، خالد الغندور، الناس دي تدعي الزملكاويه وهم اصلا اقسم بالله ما عندهم بربع جنيه منطق حتى للزملكاوي اللي بيسمعوا ان هو يستفيد منه. فاهم انت، هو عايز ينمي جواك ان في مؤامره. الاهلي بيكسب بمؤامره، الاهلي بيكسب عشان كهربا المفروض ما يلعبش، الاهلي اللعيبه بتاعته المفروض نحمي لعيبه بيراميدز. كأن الاهلي هو كمان اللي جايب الحكم المصري، هو غير امين، امين عمر. اقسم بالله الكره ضربه جزاء رسمي فهمي نظمي، الكره جايه في ايد المدافع مش في صدره، ولا في صدره في ايده، جايه في ايده في ايده. احنا معانا عينين بنشوف، فاهم انت، فار جايه في ايده في ايده، الراجل ما حسبهاش. ورغم ذلك الاهلي برضو ايه، بيكسب وما بيتحججش بالكلام ده. لكن احنا اكتر ناس من الحكم المصري ده ميت بالنسبه لنا من زمان. بس هنعمل ايه؟ انت فاهم الفكره ازاي؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. انا حبيت بس سمعت الهبدات اللي عملوها الجماعه دول، فحبيت اوضح بس ان الكلام اللي بيقولوه ده عاري جدا من الصحه وكلب مكيالين. مبروك النادي الاهلي ومبروك عليهم هم الشياط، مع احترامي لكل الزمالك والزملكاويه اصحابي وحبايبي واخواتي. لكن الناس اللي ما بتفهمش دي انا ما ملهاش احترام. سلام.